برضو نزلت بالليل ديت بتبقى ليها وضع كده مختلف. الدنيا قلق شوية، بس برضو فيها كده ايه نسبة من المغامرة، بالذات في الحتة اللي احنا فيها ديت. المهم احنا معانا طلبين. نزلت شارلي دور داش كده الساعة 8 وتلت. والوقت دوت انا بحس كده ان انا لما بنزل اشتغل فيه يعني كده فاهم، تحس ان انت ايه نازل يعني على الله كده فاهم. المهم انا وصلت اهوت اول مكان. تعالى احكي لكم بس ان المكانين، انا عندي طلب من مكانين راح اخده من المكانين. المكان دوت من تاكو بيل، والمكان التاني من مطعم ياباني، تقريبا مطعم ياباني. فاحنا هناخدوا الحاجة من هنا وبعدين نروحوا ايه المطعم الياباني. وكمان انا جبت ايه النهاردة معايا كوباية القهوة علشان بالليل كده تبقى ايه المزاج عالي. والقهوة ديت دي كاف ديت اللي هي ما فيهاش كافيين، فيها كافيين بس ما فيهاش كافيين عالي، يعني نسبة بسيطة جدا علشان بالليل. فانا عندي نوعين قهوة، واحد اللي هو الصبح وواحد اللي هو بتاع بالليل اللي هي الكافيين فيها قليل. المهم نبقى نكمل موضوع القهوة بعدين. تعالى معايا نخش نجيب الطلب دوت نعمله، بس اللي احنا وصلنا الاول في الابليكيشن. بيقول لي ما تنساش الهات صوص عشان نسوق قبل كده، مش انا يعني ناس تانية نسوق، فبيقول لي خلي بالك ما تنسوش يعني. ورايحين نودي ناخد الطلب ونوديه. احنا ممكن افصل العربية هنا عشان انا شايف في ناس حواليا، ممكن ناس ورايا وقدامي، فانا مش عايز اسيب العربية دايرة. يعني ممكن حد من الشباب الصغير بيهزر الهزار بتاعهم الجميل فيقول له بص هو سايب العربية، انا هخش افتح العربية اخد حاجة عشان كأنه بيهزر يعني. بس طبعا مش وقته خالص. يلا بينا نخش نجيبوا الحاجة. المفروض مش شايف، انا شايف في حاجة واحدة بس موجودة تقريبا، هي ديت الحاجة اللي انا هاخدها موجودة قدامي شايفينها الحاجة ديت. How are you? I have a DoorDash for Kira. Thank you. That's all right. You put the hot sauce packets because she just missed it. All right. Thank you very much. احنا هو خدنا الطلب بتاع اول واحد، بناخد له الصورة وبعدين نتأكد احنا تمام وكونفيرم، وبعدين نروح ناخده ايه، نروح نجيبه الطلب التاني. احنا هنا الطلب التاني هو تقريبا هو المحل الياباني اسمه هو اسمه يومي جابان. احنا في طريقنا للمحل التاني هوت على الشمال اللي هو اسمه يومي جابان، فهنخش جوه ونجيبوا الطلب التاني. ما اعتقدش ان هما هيكونوا متأخرين علشان احنا في الاوقات اللي بالليل ديت الاكل بيخلص بسرعة يعني وتروح تلاقيه جاهز على طول. فناخده دوت نروح نرميهم، فناخده الطلب دوت يبقى كده احنا ايه تمام. هو تقريبا هنا اسمه اهو قدام على اليمين شايفين الحتت ديت بتفكركم بالافلام الاجنبيه اللي احنا كنا بنتفرج عليها في مصر، وبيحصل بقى ايه ضرب نار، وعارفين انتوا الحاجات ديت اللي هي المطعم اهوت. بص حتى الباب بتاعه وتحس ان هو انت مش عارف الباب فين. بص عمو. يلا بينا. برضو هنا انا ايه هقفل العربية. ايه الاسم الغريب، الاسم الغريب بتاع يلا بينا نخش نجيب الحاجة. So, how are you? I have an order for zoo. Okay.
بصوا كل حاجة بالياباني مكتوبة، تقريبا بيبيعوا حاجات صيني برضو. ودوت المنيو بتاعهم اهوت. بيبيعوا حاجة اسمها هيبيتشي ترياكي أو ترياكي. والله الديكور شكله لذيذ شوية. كان بيكون في ناس كتير قوي شغالة في المحل دوت، تقريبا مفيش ناس كتير دلوقتي، معرفش ايه اللي حصل. كان في بنات بتبقى شغالة قدامنا كتير. بص اللي بيقول باي باي ده ولا هاي. ديكورات يابانية لذيذة والله. Hi, back today. Yes. Hey, hey. He changed you. Huh? Yeah. Good. Yes. Is your friend? Huh? Your friend? Yes. Okay. Yeah. Thank you. Hi, Maggie. Hi, Brennan. احنا اخدنا الطلب اهوت وماشيين. في ظابط واقف هنا، معرفش هيجي ورايا ولا لا عشان انا راكن هنا. هنشوف. هنا العنوان واحنا رايحين نوديه اهوت، والظابط واقف جنبي، معرفش هيجي ورايا ولا لا، بس يعني تمام. يعني انا كنت بجيب الطلب وطالع يعني، عشان كنت راكن في مكان غلط. لا بس هو ما جاش، واقف تقريبا بياكل. المهم يعني احنا تمام يعني. المهم يعني انت شفتوا، دخلت المعلم كانوا تقريبا الطلب دوت سوشي، وكان ناقص، هما كانوا لسه بيعملوه من الاول وجديد. وبعدين فالمعلم قال لي ثواني يعني، وانا قلت له ثواني، طبعا بلغة الاشارة عشان ما بيكلموش انجليزي. المهم احنا رايحين دلوقتي نودي الطلب. احنا في طريقنا مش بعيد، تقريبا 3 دقايق اول طلب. المهم نكمل بقى موضوع القهوة بتاعتي. انا قهوة بسيطة وما بحبش ازوقها قوي، يعني شوية اللبن ممكن اخففهم بشوية مية ومثلا 2 اسبلندا، واحط عليهم القهوة واسيب اللبن اللي هو يفور. اول ما يفور جاي احطه على طول في الكوباية يعني. مش فاهم، مش فيلم يعني ولا حكاية. بس احنا تقريبا داخلين شمال، الشارع اللي بعد الجاي او الشارع اللي جاي. هنشوف. هو انا دخلت الشارع اللي قبل اللي انا هخش فيه، بس دوت هيوصلنا يعني. بس اتفرج بقى بالليل على الضلمة، واتفرج على الكحل اللي هو العربية لو ما فيهاش نور انت مش هتشوف حاجة طبعا. المفروض الشوارع الجانبية ديت بيكون فيها انوار، بس انا الشوارع قديمة جدا. حتى بص العواميد اللي محطوطة بتاعت الكهرباء من ايام سيدي الحلي، فاهم انت؟ لو نور اهوت بيت عنده. بصوا ايه الانوار دي، بس هي الانوار اللي ورا خلاص اتشالت من كتر ما هي دابت وكده، ما حطوش مكانها. في ويست فيرجينيا والمناطق اللي هي اللي زي ديت، الجي بي اس دخلني طريق غلط. لك ان تتخيل. بصوا والله اوريكم الطريق مسدود. بصوا اتفرج، بص الطريق مسدود، شايف اهو. هو دخلني الطريق دوت ومسدود. لك ان تتخيل والله العظيم.
ففي الحالة ديت انا هضطر ارجع وامشي اخش في الشارع اللي انا المفروض اخش منه، اكرم لي واحسن لي يعني، عشان ما ايه. بصوا الطرق عاملة ازاي ورا، دخلني في الادغال المعلم. هي تحس ان هي مغامرة، انت مش نازل تشتغل لك ساعتين ولا حاجة، هي مغامرة، يا كملت يا ما كملتش. الله لا، ساعات كان بيكون مثلا نازل كده فكنت باخد حد صاحبي معايا نقعدوا اتونس بيه، فاهم؟ اتونس بيك وانت معايا، هي دي. احنا نخش شمال كده بكرامتنا ونمشي نمسك الطريق تاني، علشان ما ندخلش في مكان يحصل فيه مشكلة. يلا لازم ارجع لازم ارجع لازم ارجع. احنا مسكنا الطريق مسكنا الطريق المفروض نخشه شمال عند البنزينة او الاشارة اللي جاية دي. هي ليه في ناس بتقول على البنزينة بنزيمة؟ مش بنزيمة دوت لاعب كان بيلعب في ريال مدريد وبعدين راح يلعب في السعودية. انا مش فاهم يعني ايه بنزيمة، والله ما بهزر، بتكلم بجد. انا ليه اسمها بنزيمة؟ يعني ايه؟ هي بنزين، فهو بنزينة، صح ولا انا غلطان؟ اهو دخلني دخلة غريبة من الدخلات الغرباء، يعني نخش ونشوفوا الكلام. بس الشارع دوت فيه نار شوية يعني. هنخشوا شمال، هو شمال اللي جاي ده يبان مفيش غيره اهو، شايفين؟ ستار يا رب، يا ستار يا ستار يا رب. البيت على الشمال تقريبا. هو كام البيت؟ يا لهوي، مش شايف حاجة. انا مش عارف فين البيت ده. هو ده. بس انا افتح الازاز كده. طب دي البيوت كلها لازقة في بعض هنا، انا شايف انا واحد، في 3 ورا وفي واحد تحت هنا. هو فين البيت ده؟ دوت مش هو ده تقريبا اللي جوه خالص ده، تقريبا اللي جوه خالص. يا لهوي، خشوه ازاي ده؟ هنخش بظهري؟ انا مش عايز اخش جوه وبعدين يطلع مش هو ويقعد يبص لي ويقول لي انت مين، عشان اعرفهم الناس دي. بس ما فيش حل تاني يعني، هو لازم هو اكيد هو دوت يعني، لو مش هو هعمل ايه يعني؟ نركن بقى ايه، نركن. بس ما فيش حل تاني يعني، ما انت ما قدامكش حل تاني. تصدق هو صدق. بس بصوا تخيل انت تبقى ساكن هنا ويجي لك من ورا كده حاجه غريبه، تطلع عليك دبايه ولا حاجه. ايوه، كنا هركن العربيه هنا بدل ما اخش اكتر من كده وبعدين ايه يعمل لي فيلم. هو الفويس كنترول مفتوح ليه؟ وصلنا سكيرة كونتينيو، وحاسب لها الحاجة عند الباب. يلا بينا ده في كلاب. بس ادي البتاع اهوت، ادي البتاع، ناخد الصورة المتينة وبعدين نعمله اللي احنا وصلناه ويلا بينا. بصوا الدنيا، في كلبين
هيطلعوا نروح نودي التاني. بصوا بصوا، اوبا هنا بقى ايه، يا رب ما يكونش فيه عربية جاية في وشي، انا مش شايف حاجة. الانحدار دوت تقريبا 24 ولا حاجة، مطلع قوي. خشوا شمال تقريبا، شمال اهو. خش بعدين هنطول. يا لهوي، خشوا يمين، يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا سوسو. وبعدين هنخشوا في الشمال. احنا عاوزين بقى ايه، نهدي السرعة شوية، نمشي على السرعة المظبوطة، علشان الوقت اللي احنا فيه دوت الوقت اللي احنا فيه دوت الظباط شد حيلها شوية، فعايزين يعملوا التارجت بتاعهم، فبيلموا فلوس. فاكرين باسم، اسمه ايه، باسم سمرة، لما قال لك دي هتبقى خرابة على الكل، يلا بينا، فاكرين؟ تقريبا كده الطقس هيعمل نفس الكلام ده. قال لك دي هتبقى دمار على الكل، عشان لقيتهم في كده، جات لي رسالة كده من الطقس، يعني من ابلكيشن يعني انا منزله، عشان عارف الناس الجميلة اللي هي بتحب الطقس اللي بقى عارفهم انت. المهم لقيتهم باعتين رسالة اللي هو ال6 أيام اللي جايين خلي بالك. فتقريبا كده الدنيا هتبقى سواد على الكل الفترة اللي جاية. وكمان علشان انا لا مؤاخذة، علشان انا ملاحظ ان الجو بقاله 3 ايام حلو. لما الجو يبقى بقاله 3 ايام حلو، بالذات في هنا في وست فيرجينيا، وفي الحتت اللي هي الغريبة ديت، وفي الحتت اللي فيها جبال، تعرف ان الدنيا تبقى دمار يعني. فالله غالب يعني. مرة دخلت عكس في اللي شايفين الشمال ديت، بيقول يعني لو دخلت شمال هنا ما ينفعش، الطريق دوت يمين بس كده بس، لكن لو دخلت الناحية التانية ما ينفعش. رحت انا قبل كده ايه، رحت داخل دب، وبعدين دخلت في نص الطريق، لقيت ما خدتش بالي منها. بص زي ديت كده، زي اللي في وشنا، بص ما ينفعش اخش يمين، بس ينفع اخش شمال، تمام. فرحت داخل، راحت ست كده، لقيتها وقفت في وشي، جايه في وشي بقى، انا مش شايف مني، هي حاولت ودخلت جايه في وشي. لقيت نفسي واقف في نص الطريق، والست واقفه في نص الطريق بتقول لي انت بتعمل ايه؟ قلت لها ما توسعي. قلت انت ماشي عكس. وبعدين دماغي عملت ايرور، اللي هو عارفين انتوا العصافير كده والبتاع اللي هي تقعد تحمل ديت لما النت يكون بطيء، دماغي عملت نفس الحوار ده. وبعدين قعدت افكر كده، اقول ايوه ازاي انا اغلط الغلطه ديت. رحت معرفش عدلت نفسي ازاي، عشان لو كان في ظابط مسكني او كان ظابط جاي وراها، كان ممكن هيعمل معايا الجلاش، ممكن ياخد مني الرخصه، ممكن يدفعني مبلغ غبي يعني. فربنا ستر يعني، الحمد لله. حاجات كده بتحصل لك كده، معرفش انا ايه، ازاي عملت كده. يلا الحمد لله، ربنا بيستر والدنيا بتعدي، والامور ماشيه الحمد لله لغايه دلوقتي بخير.
طبعا كل ما بشوف الحتت ديت اللي هي فيها الاشارات اللي هي طريق واحد مكتوب عليها وان واي، انا ما بخشش، اللي هو ايه مش بخشش، لازم اخد بالي، بقف كده وافكر كده انا ماشي كده صح ولا ماشي غلط. بس دلوقتي الدنيا تمام، الكلام ده بقاله فتره يعني. تقريبا احنا داخلين الشارع اللي جاي يمين، وبعدين ننزل كده الطلب التاني، وممكن نستنى ناخده طلب كمان نشوفه، لو جالنا طلب حلو بسعره كويس ممكن ناخده، ولو استنيت ما جاليش حاجه فممكن ما اخدش حاجه كده تمام يعني. اخش يمين اسمه ايه الجاك ورا، الجاك اللي هو اسمه ايه الكوريك ورا فيه هزه كده، عايز اشيل بتاع منه عشان بيعمل هزه غريبه فعايز اشيلها. احنا تقريبا البيت، احنا وصلنا اهوت البيت اهو. يا ما هنا ممكن اسيب العربيه دايره عادي، احط بصوا الباب اهوت، فاحط الحاجه وامشي على طول يعني. او احنا عايزين عشان نتاكدوا برضو هو دوت اهو، نحطوا الحاجه هنا، بعدين ناخدوا الصوره الجميله بتاعتنا اهوت، وبعدين نعمل اللي احنا نزلناه بس. ممكن استنى طلب كمان، بيقولك الطلبات بتاخد من دقيقة لدقيقتين مكتوب تحت اهوت. ممكن استنى طلب كمان وهشوف لو جالي حاجة كويسة هاخدها، جالي حاجة مش كويسة هسيبها لهم. واديني ماشي اهو، واديني ماشي. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت، وتقول لي لو انت عندك اي سؤال تكتبه لي وتظبطني يعني. وما تنساش لو انت بتشوفني في الفيسبوك او الانستجرام، ما تنساش ان انا عندي صفحة اليوتيوب او قناة اليوتيوب، بنزل فيها الفيديوهات طويلة كلها يعني. لو انت مستمتع مش عايز تتفرج على فيديوهات قصيرة، فانا بنزل هناك الفيديو طويل يعني، ممكن يوصل مثلا 20 دقيقة 35 دقيقة. فلو انت حابب يعني تتفرج على الفيديو الطويل فهو انت هتلاقيه هناك يعني. عشان كده دايما تاني بكتب لك على الفيسبوك او الانستجرام الفيديو كامل على اليوتيوب، واللينك في البايو كده يعني. بس فلو حابب يعني. ما جايش حاجة اهوت، تقريبا عدى دقيقة، فممكن يكون في دقيقة كمان وبعدين يجي حاجة، وانا مش هاخد برضو اي حاجة علشان بتبقى عطلة وفلوس، او بتخسر يعني بمعنى صح. فاصبر تاخد الطلب الحلو احسن او ما تاخدش حاجة خالص. فديت وجهة نظري المتواضعة طبعا، فدوت اللي انا شايفه. والله عايز اخش اشوف سؤال، عشان في ناس سألتني اسئلة على الفيسبوك، فعايز اشوف لي سؤال واجاوب عليه. طلب هو جالي من البانديدو، ممكن ناخدوه الطلب دوت وناخدوه وبعدين خلاص. هو كده هي لفة كده هلفها وبعدين اروح يعني. البانديدو دوت مطعم مكسيكاني كويس، كلت فيه قبل كده، مطعم حلو. المهم هو في الشارع اللي قدامنا دوت، كده مش رايحين في حتة. ماجد بيسأل بيقول هو الشغل الدليفري دوت في الريف احسن ولا في المدينة؟ بص هقول لك اجابة مختصرة علشان لو انت مستعجل، وبعدين هكمل الكلام اللي انا عايزه لغاية ما نوصل للمكان اللي انا رايحه يعني. الإجابة المختصرة ان لا، المدينة افضل في الشغل دوت، بس في عيب المدينة ان انت عندك سواقين كتير جدا، تمام؟ في طبعا طلبات كتير بس في سواقين اكتر. الريف مفيش سواقين كتير يعني السواقين اللي موجودين انا عارفهم يعني مش كتير، فاهم؟ اللي هو موجودين هنا. المدينة العكس، سواقين كتير جدا وكل شوية كل يوم ناس تخش، فاهم؟ وناس بتيجي مثلا بتنقل مدينة كبيرة فعايز يشتغل اي حاجة كده، او عايز يمشي حاله او فانت بتلاقي كله شغال كده. فده بيأثر طبعا على طلبات الناس، او بيأثر على ان مفيش دخل عالي بيخش، فممكن يحصل تأثير يعني. في الريف
الشغل دوت مفيش سواقين كتير، بس مفيش طلبات كتير زي المدينة، بس حتة ان مفيش سواقين كتير فدي مساعدة شوية. وكمان في الريف هنا التلج بينزل بيبقى قوي جدا، فالتلج لما بينزل قوي جدا مش كل الناس هنا معاهم او في ناس هنا معاهمش عربيات اللي هي تستحمل تمشي وتخش في الاجواء اللي هي التلجيه ديت وتخش في الجبل فبيضطروا ان هم يطلبوا طلبات. فهنا الشغل ده بيزيد جدا، عشان كده الابلكيشنز اللي هنا بيزودوا الفلوس. يعني ممكن يديك ضعف مره ونص، يعني مثلا يقول لك الطلب، او مثلا يقول لك هتاخد على كل طلب هتوديه بونص، يقول لك حط لك مثلا $5 $7 $4 $3 حسب، فاهم؟ فلو جيت في الاخر هتلاقي كلها محصله بعض، يعني سواء هنا او هناك هتلاقي الدنيا ماشيه، يعني هي والدنيا ماشيه. بس انا افضل ايه بالنسبه لي؟ انا افضل الريف برضه. انا كاره ان انا اعيش في السيتي هنا، عشان انا عشت في السيتي فتره قليله جدا وما استحملتش العيشه هناك، تمام؟ انا بعرف اتاقلم هنا في الريف. في ناس ما تعرفش، الناس ما تستحملش وتاخد بعضها وتمشي، لكن انا ربنا مديني القدره ان انا، او ربنا ساعدني، او اعطاني القدره ان انا استحمل هنا واعيش هنا واتعامل هنا يعني عكس ناس كتير اعرفها جت ومشت بسرعه. زي لما انا رحت السيتي نيويورك ما استحملتش ومشيت بسرعه. بس هو المطعم اهوت، شايفين مكتوب اهوت على اليمين. هنخش نجيبوا الطلب اللي معانا وبعدين نروح نوديه اهوت. العربية جاية في وشي، عايزين نفردوه. ممكن نخش يمين من هنا عشان نديله مساحة اللي هو يخش. نمشي كده، مفيش حتة أركن فيها. ممكن أركن هنا وأعمل إيه؟ أنا داخل أجيب طلب، أسيب العربية دايرة بقى. كنتم طالبين إيه؟ طالبين 2 فاهيتا، وطالبين 1 رز، وطالبين شاي. الشاي اللي انا بقصده مش شاي كشري زي عندنا، لا شاي كده بيبقى ساقع يعني. So man, this is DoorDash. I have an order for Rhiannon. Alright, drink, buddy. Thank you. Oh, thank you very much. Let me put a straw. I'm not sure. No. You have a great day. Thank you. خدنا الطلب اهوت، صورناه وبعدين نروح نودوه. الواحد فاهيتا دوت عامل $13. الاتنين فاهيتا الواحد عامل 13. طيبين الرز طيبين رز وحاجه اسمها رز وبينز، عامل تقريبا 10.5. هو في الغالب لما بروح المطاعم اللي هي فيها مهاجرين، او مثلا زي المطعم الياباني او المطعم دوت، فانا بحاول اداري وشوش العمال فيه، يعني حتى لو انا بحاول اقلل ان انا ما احطش الايموجي، بس انا دولت بحب اداري علشان ممكن يكون فيهم حد قاعد غير قانوني ولا حاجه، حد يشوفه يعني، ممكن مجرد صدفه يعني، انا فممكن يكون انا سبب في اذيته. انا مش حابب ان انا اطلع وشوش الناس اللي هي المهاجره ديت علشان ما يحصل لهمش مشكله، يعني لعل وعسى يكون في مشكله هتحصل ولا حاجه بسبب طبعا الهجره، او هم قاعدين من غير ورق، فاهم؟ فانا مش بطلع وشهم بسبب كده. بالنسبه للناس اللي انا الامريكان العاديين اللي بحط ايموجي على وشهم، باخد ديت علشان بس خصوصيه ليهم مش اكتر يعني. بس في كده الحالتين بحط الايموجي يعني. في ناس ممكن ما احطش عليها الايموجي، بكون عارفها يعني، او هم عارفيني شكلا، فخلاص يعني، فاهم؟ بس ما تنساش تعملي لايك وكومنت وتظبطني وتاخدني معاك كده زي ما انا باخدك معايا كده، وتقول لي اسئلتك الجميله.
تقريبا كده احنا فاضل لنا ممكن 3 دقايق ولا حاجة نوصل. وفي الغالب احنا داخلين يمين نعدي الناحية التانية. بصوا مفيش حد في الشارع دي، هي كام عربية كده بيعدوا، مفيش حد ماشي. كئيبة يعني، كئيبة كئيبة. هنخشوا شمال. في انوار هنا، انوار صفراء العتيقة اللي هي هادية ديت، عارفينها، اللي هو ممكن ما تشوفش حاجة منها اصلا. تقريبا الشارع دوت ولا اللي بعده هنخش. احنا هنخشه من الشارع اللي هو عنده الاشارة، شارع من الشوارع الخطرة، شارع من الشوارع الخطرة. المخدرات وكل شيء مباح فيها. ودينا ماشيين ماشيين ماشيين، ولما نشوف اخرتها ايه. يمين يمين يمين. شوارع رايحة في مصيبة والله. الشوارع في اسكندرية حلوة. شوف بقى، لما نزلت اخر مرة الشوارع كانت حلوة في اسكندرية. بلاش بقى ايه شغلة لا مش حلوة، انت بقى دي ما نزلتش. والله كانت الشوارع حلوة على اللي انا ماشي عليه ده. بصوا بص، مغارة. هي الولاية ديت بحس ان هي مغارة علي بابا سيدة بابا، والله العظيم. بحس ان الولاية، بصوا يعني غريبة. تقريبا البيت هنا، اكيد هنا على الشمال ولا حاجة، مرمي في اي مصيبة. وتقريبا قدام هنا على الشمال. هو البيت اللي هناك ده اللي هو فيه لمبتين دوت، في الغالب هو يعني. نركن العربية هنا. انا شفت فين البوابة. البوابة فين؟ يخرب بيوته، حطيت البوابة فين؟ بدور على البوابة. ناخد صورة وننزل حاجة. احنا وصلنا اهوت. بصوا الدنيا سواد سواد. حاجة هنا وناخد الصورة المتينة بتاعتنا. ايوه بس كده، بس كده. جماعة أنا نسيت أدي للست الدرينك بتاعها، فأنا راجع لها تاني أخبط عليها وأقول لها الدرينك بتاعك نسيته معايا. فتعالى نشوف ايه اللي هيحصل. خشوا من هنا، وهي ساكنة قدام هنا على الشمال. أقول لها أنا آسف نسيت اديك المشروب. يا لهوي ايه الضوء الجامد ده، انا مركب ضوء غريب. اهو البيت اهو.
خش اقول لها انا نسيت المشروب، معلش بقى. يلا بينا. Hello. I forget that in my car. Oh, thank you. You're welcome. I'm so sorry for that. That's okay. Have a good night. You too. خلاص اهو حاططها لها وكله تمام. بس كده يا جدعان. كنا بنقوله ايه؟ كنا بنقوله على اسكندرية. والله كانت الطرق عجباني جدا. هو احسن من لما كنت هناك من كذا سنة، بس لما نزلت اخر مرة انا كنت فرحان جدا من الطرق والله العظيم. كانت الطرق حلوة. هيكون في طبعا حتت متكسرة كده مثلا، او حد عند بيته حتة متكسرة مثلا فبيقيس عليها، فاهم؟ بس انا كانت عجباني، الطرق كانت حلوة. كانت بالنسبة لي، ممكن انت بالنسبة لك انت شايف العكس، بس انا بالنسبة لي بقول رأيي يعني. كانت الطرق عجباني بصراحة. يلا في دخان هناك طلع كتير. ايه ده؟ ايه الدخان ده؟ يا لهوي انا افتكرت. بص من هنا عامل ازاي؟ ده ايه ده؟ حريقة دوت ولا ايه ده؟ تقريبا دي مبخرة. ايوه ده انا افتكرت في حريقة. ايوه شفتوا بقى بستكشف حاجات وانتوا معايا. انت دلوقتي عمرك ما كنت هتعرف ان ده بيحصل دلوقتي في امريكا مثلا، دخان طالع في الحتة ديت. عشان تعرف بس انا بنقلك الريف، كل حاجة عندي هنا. معنى اللي انا بقولها ديت اللي الناس بتقعد تقول لي ديت معناها اللي هو من داخل مغوط جدا، يعني بجيب لك حاجات من غويطة، فاهم؟ مش اي حد يجيبها. المهم ما تنساش تعمل لنا لايك، تعمل لنا فولو لو انت اول مرة تشوفنا، تعمل لنا كومنتك، تقول لي سؤالك الجميل، تظبطني. بس استنوني في فيديوهات جاية كتيرة. يلا سلام.